الدوري. طيب. اليوم لما تشوف اللاعب، ودائما انا اقول لك لاعب الدوري يختلف عن لاعب بطولات النفس القصير. طيب. اللي انا اتكلم عنه، انا مع قرارات المدرب اللي ياخذها، انا معها. بس اليوم انا انشاء سمعه عن لاعب انه غير منضبط، زي دحين نسمع انه حمد الله رفض يكون احتياطه على البنش. ترى الكلام هذا كله اللي ينقال قاعد والله كذب. ايش الصحيح؟ ايش الصحيح انه ما رفض، بس عنده لا. اليوم اللعيبه يصير فيها اشياء، حتى المدرب صرح فيها. يعني قبل المؤتمر قال بالنسبه لموضوع حمد الله كان مصاب. بعد المؤتمر قال لابد انه من مسيرين النادي او الامينين على النادي انهم يجلسون مع حمد الله، وعلى اساس تحديد هل يستطيع البقاء مع الفريق او يستطيع الرحيل. ما زاد ولا شيء. ليه احنا دائما نبني السلبيه في الاتحاد؟ يعني معناته الاتحاد في رايين حول حمد الله؟ لا، هو كلام انه ممكن اللاعب، اللي انا فهمته انه ممكن اللاعب يبغى يمشي. انا هذا اللي كلام المدرب اللي انا فهمته. ليش؟ ممكن بالنسبه توصل مرحله. اليوم احنا نسمع انديه كثير في العالم لعيبه يقول لكم انا ابغى امشي. هذا هداف الدوري، ليش يبغى يمشي؟ ممكن انا بالنسبه لي اقول لك ممكن ابغى اغير. طبيعي. ترى تصير. اليوم يا ابو بدر، اليوم انا اللاعب اللي يجيني يقول لي انا ابغى امشي ويبغى يحترم نفسه ويبغى يمشي، ترى نحترمه. ما يجي يسوي لي مشاكل انه بيتمسك وانه يبغى يكون موجود. ابو منصور ارجوك يا ابو منصور، ما عليك، تسمح لي ابو منصور، ما عليك ابو بدر، ما عليك. ابو منصور، انت مش عارف تقول الصراحه. انا اعذرك، انت في موقع يعني كنت يوم من الايام مدير هذا الفريق، وقد تعود من جديد او ما تعود من جديد. المهم ان انت في الان موضوعين. الموضوع الاول موضوع العبود، والله ما رسيتنا على بر يا ابو منصور. اولا انت تقول انه انا عندي مدرب عالمي وجايب معي دوري وسوبر، فما يمكن ان انا اشيل من اجل لاعب. لا، اذا اوحيت لنا ان انت مع رحيل العبود، واي شيء يطلبه المدرب ينفذ. صحيح. طالما الموضوع صحيح. الامر الثاني، رجعت مره ثانيه ان الموضوع يمكن ينحل، ولا نعطي عن العبود موضوع انضباط كما فهمنا. جينا لموضوع حمد الله. موضوع حمد الله صار مصلع يا ابو منصور. ليش؟ انا لمت المدرب على طريقته. لما سئل المدرب في المؤتمر الصحفي قال حمد الله واحد مش مصاب، اذا الموضوع انضباطي اداري، اذا مش فني مش مصاب. هذا واحد. اثنين، قال الباب مفتوح، من يريد ان يبقى، من يريد ان يرحل. فبالتالي من الواضح جدا ان حمد الله عنده مشكله. عاد ايش هي المشكله؟ الخلاف على تنفيذ ركلات الجزاء مثل ما قالوا، خلاف على الرقم، ايا يكن نوع الخلاف. المهم ما فينا ننكر ان حمد الله اليوم عنده مشكله مع الاداره، وفضحها المدرب بطريقه او باخرى. طيب. نقطع على الصدر. طيب. منصور خلاص. لا ما نقطع على الصدر. محمد انت المشكله تاخذ ما طاب لك زي ما يقولون. انا اجابتي لك قبل شوي، انا مدرب قبل المؤتمر اللي قبل يوم المباراه، هو اللي قال بلسانه ان اللاعب مصاب. هو بلسانه المدرب صرح انه حمد الله يعاني من اصابه، وهنشوف جاهزيته، هيكون جاهز والله ما هو جاهز في تمرين المساء. انا ما اخذتها من لسان احد، انا اخذتها من لسان المدرب. بعدين ثاني يوم بعد المباراه طلع وقال انه حمد الله بالنسبه لنا هيكون مع الامينين في النادي. يعني الخلاصه عشان ما نطول في الموضوع. لا وبعدين هذا كلامه انه هو هذا القرار. هو قصد محمد الشيخ انك تتحدث وفي فمك ماء. عش الزبده يعني. لا الشيء ابو بدر، بس عشان اوصل العبود. انت اليوم تكلمت، انا قلت لك جانب فني، انا انفذ قرارات المدرب. اوكي. عشان تكون الصوره واضحه. اليوم لما انا اتكلم عن جانب اداري انه اللاعب ما هو منضبط وكذا وكذا وكذا، انا ما اقبلها. يعني انا هذا الجانب اللي انا اتكلم عنه. هذه تزود المشكله. انت اليوم لا ما حد تكلم عن العبود، لا الاداره، لا كله دوب الاستاذ الكابتن ابراهيم العنقري تو لا خلينا من الجمهور والاعلام يقول. طيب عموما عشان ما نطول، بس خلينا نختم الجمله. هذا استاذ محمد دقيقه، انا هذا كلامي، انا الجانب الاداري اللي اتكلم عنه. احنا دائما لعيبتنا نحملهم، يعني دائما وهم ما يتكلمون. نحملهم ايش؟ نحملهم انه عدم انضباط. اليوم لو اللاعب طلع وتكلم وقال ما هي في صالح الجميع. اليوم المدرب قال ايش؟ قال على العبود، قال اتمنى له التوفيق. يعني انت تأيد ان يكون في حل هادئ لهذا الملف، صحيح؟
خلاص يروحوا. انا بالنسبه لي حمد الله، شوف بدر عشان اتكلم عشان نختم بشفافيه وجهه نظري. حمد الله وطارق حامد واحمد حجازي والمجموعه اللي حققت انجاز مع الاتحاد، اتمنى انه خروجهم يكون من الباب الكبير، واضح حفاظا على منجزهم وتضحياتهم للنادي في الفتره الماضيه.